السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي المشاهد. تعال هنا يعني نتفرج على ماتش، يعني بعض الحاجات من ماتش الأهلي وبالميراس اللي يعني ايه، مش عارف. بس بص هنا مثلا، يعني الكرة دلوقتي هي معانا، تمام، واحنا ماسكين اللعب. كام واحد في منطقة الجزاء؟ اتنين لعبوا في منطقة الجزاء. الكرة دي المفروض عملت عرضية لأسامة أبو علي وما خدهاش. انت بتعمل عرضية لمين؟ ادي رقم واحد. نخش على الصورة اللي بعديها. اتفرج، نفس الوضع، دي عرضية متعرضه اهي. كام لاعب في منطقه الجزاء؟ نفس الوضع، اتنين لعيبه في منطقه الجزاء، اسامه ابو علي اعتقد، وسام وزيزو. واللي بيعرض الكره ده اعتقد تريزيجيه. طب انت ازاي عايز تكسب؟ انت ازاي عايز تجيب جون؟ طب انت استفدت ايه من العرضيه اللي انت عمال تعرض؟ طب انت بتعرض لمين اصلا؟ انت ما عندكش زياده عدديه في المنطقه عشان تعرض. طيب نخش على الصوره اللي بعديها تاني. هنا نفس الوضع، برضو الكرة رايحة لتريزيجيه. كام واحد في منطقة الجزاء؟ هو واحد بس، اسامة ابو علي رايح هناك اهو، واللي جاي ورا ده زيزو. واحد منطقة الجزاء، تمام. بص الاتنين اللعيبة اللي ورا دول، يعني بص يحيى عطية الله واقف، محمد علي بن رمضان لسه هيروح، وزيزو لسه داخل في المنطقة، وسام يعني مش عارف. يعني انتوا مثلا ايه؟ قولوا له انت ايه وجهة نظركم، يعني انتوا شايفين ايه من الصور اللي انا بص هخش على الصور اللي بعديها. نفس الوضع، نفس الوضع، تمام. الكرة برضو معانا، الكرة هناك اهي. يحيى عطية الله ده، تريزيجيه. يحيى عطية الله ما تعرفش اصلا تريزيجيه كان بيلعب ايه، ويحيى عطية الله كان فين؟ يحيى عطية الله بيلعب نص ملعب، ولا بيلعب باك شمال، ولا بيلعب وينج؟ وتريزيجيه بيلعب ايه؟ واحنا مين وانتوا فين؟ واحنا ايه؟ وايه الشكل ده؟ يعني ايه الرصة دي؟ يعني ممكن حد كده يقول لي ايه الرصة دي؟ يعني انا راجل ما بفهم ايه الرصة اللي انت رصصها دي، ما اعرفش. اخش على اللي بعده. جميل، دي هجمه مرتده للاهلي. دي الكره بتاعت زيزو اللي خد منها، المفروض كانت فاول، يعني المفروض انذار. هجمه مرتده. حلو، ايه اللي حصل؟ ماذا بعد؟ اتنين اللعيبه اللي ورا دول اللي انا عامل عليهم بالعلامه البيضاء، واللي واقع ده زيزو، اللي معاه الكره ده تقريبا تريزيجيه. ماذا يعني ايه؟ مش يعني ايه؟ يعني انت فاهم ايه؟ ده هجمه مرتده للاهلي. دي هجمه مرتده للاهلي يا جماعه الخير. يا جماعه دي هجمه مرتده للاهلي. نخش معلش على الصوره اللي بعدها على طول. دي بقى اكتر صورة عبثية ممكن تشوفها في حياتك. هنا مروان عطية اخد اكتر قرار غلط في حياته. هنا اتنين اربع لعيبة مع مروان عطية قصاد اربع لعيبة في الدفاع، وهو قرر ان هو يشوط، تمام. مع ان معاه هناك اهو زيزو. زيزو كان سهل انه يعرض للثلاث لعيبه التانيين، محمد علي بن رمضان وتريزيجيه ووسام. انما هو خد قرار انا ما اعرفش ايه ده. مع ان انا مش ضد الشوط، لا شوط، بس لا. خش على الصوره اللي بعديها. بص هنا، يعني بص هنا برضو الكرة رايحة هي نفس الكورة. يعني هي نفس الكورة. معاه كام لاعب؟ معاه اربع لعيبه. هو قرر ان هو يشوط، مع ان الكرة الوحيدة دي اللي اعتقد ان كنا متعادلين شوية، هم خمس لعيبة واحنا خمس لعيبة في منطقة الجزاء، كنا قادرين مثلا ان انت تبص لتريزيجيه، تريزيجيه عرضها لزيزو او بالرمضان، او لتريزيجيه عرضها، زيزو يعرضها لتريزيجيه او بالرمضان او وسام. انما انا بص، خش بص دي ده الجول. سيد انا شحنه، يعني ايه، انا شايف الناس جايه كتير على محمد هاني. طبعا محمد هاني اخطا خطا فادح. هو المفروض كان يكمل معاه، ما يعملش التاكلينج والكلام من ده. بس بص، اصلا من اول واحد اللي فتح سبرنت وجري مع اللاعب هو محمد هاني. فمحمد هاني اخطا، لكن احنا مش هنعلق له حبل المشنقه. يعني الصوره دي بتوضح هو اللي فتح سبرنت ده ويجري، هو خد قرار غلط. فلا يا جماعه، مش محمد هاني لوحده، لا، كل اللعبه كانت زي الزفت. خش على الصوره اللي بعديها، اتفرج يا سيدي. دقيقه 68 والاهلي خسران 2-0، والكره بقى لعيبه الاهلي. في اربع لعيبه، يعني احنا خسرانين 2-0. خسرانين 2-0. ده شكل الاهلي وهو خسران 2-0 في الهجوم. ده شكل النادي الاهلي وهو خسران 2-0 في الدقيقه 68. يعني هل ده تكتيك؟ البيلد اب بيك والفيست اب زي اسلام مهدي ما بيقول. خش على الصوره اللي بعديها. احنا خسرانين 2-0 الدقيقه 84. حلو. ايه ده؟ يعني ايه رصه اللعيبه دي؟ بالله عليكم عمركم شفت رصه لعيبه كده؟ يا جدعان دي رصه لعيبه. بص، واحد بس في منطقه ال 18، واحد بس هو اللي هو جلدشار، واللي على الخط ده اللي على ال 18 ده زيزو.
واحد يا جدعان دي رصة لعيبة في الدقيقة 84 والاهلي خسران 2-0 يا جدعان. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا لا لا. خش على الصورة اللي بعديها، اتفرج. الاهلي خسران 2-0 الدقيقة 91. حلو. ايه ده؟ بجد والله. اتنين اربع لعيبة اللي في الناحية اللي هناك دول اللي انا اعلمك عليهم بالخطوط، دول ايه دول؟ يعني اربع لعيبة بيعملوا ايه في الحتة دي؟ فين النظام؟ فين الوقفة الصح؟ فين التكتيك؟ سلام عليكم.